يعيشه سكان منطقة سيدي شعيب بدائرة تلاغ بعد الحادثة الأخيرة التي ألمت بهم بعد مقتل الشاب أسامة البالغ من العمر 19 سنة. باش يلقاه هنا قاسوه لنا هنايا العمر، وهذه باش كل يوم بواه ويشوف هذه الحفرة باش غيلا مات يتقطع. خطفوه من المغرب ما عرفناش منين خذا، ذلك يصلي المغرب ويكمل يصلي العشاء يجي مشاور للدار. من المغرب ما شفناش. احنا في 27 يوم وحنا نحوسوا عليه في رمشة عين. اليوم هذه الحفرة هي وين اللي لقينا فيها أسامة كيما اليوم شفتها، واليوم الآخر الصباح لقيت ولدي تم مقيوس. فيها سر، هذا السر ما نسكتوش وما نقردوش وما نرقدوش حتى نعرفوا السر تاع اخي علاه مات. كيما روى أسامة غادي يروح واحد آخر. أسامة خطفوه. حنا عايشين الرعب من صغيرنا لكبيرنا، من سنة لرجالنا، ما كاش لا يرقد في داره هاني. أسامة خونا كاع لما روح أسامة لما كاع وغادي نروحو حنايا. هو تخوف أربك كل المنطقة صغيرا وكبيرا، ما جعل التساؤل اليوم أسامة وغدا نحن. طاح البركة ديالها أنا خويا 27 يوم بغا غايب، كان اللي خرج من الدار وطاح البركة ديالها، كان يومين ولا 3 طاح قال بغاه. كيف 27 يوم عاد جابوا قاسوا تما وقالوا بلي طاح. كيف هذاك 27 يوم وهو غايب كاع، كان نهار اللي خرج من الدار وطاح قال صحة طاح، قال هذا طاح البركة ومات.